مرحبا بكم معانا في تحليل جديد للمعلومات. اليوم غادي نتعمقوا في واحد الدليل. هاد الدليل من عند واحد المورد ديال المجوهرات هنا في المغرب، هما اللي حاطين هاد القوانين والشروط بنفسهم. الهدف ديالنا هو نجبدوا أهم النقاط، يعني الأساسيات اللي خاص أي واحد مهتم يعرفها قبل ما يشري من عندهم، خصوصا وأنهم كاتبين ديك معلومات هامة بزاف. يلا نبداو نفصلوا فهادشي شوية. فعلا الوضوح مهم بزاف في هاد المعاملات، وهذا الدليل زعما كيعطينا فكرة مباشرة على كيفاش كيخدموا، ولكن الأهم هو نقراو مزيان ونفهموا شنو كيعني هادشي بالضبط للشاري. أول حاجة كتشد الانتباه هي الثمن. كيقولوا عليه ثابت. ثابت ومناسب ومعقول وما فيهش نقاش، هكا كاتبين. ولكن كاين تخفيض للجملة الكبيرة، يعني 100 حبة الفوق من نفس الموديل. ثابت يعني صافي، ما كاين لا هضرة لا والو. بالضبط، هادشي كيسهل عليهم الخدمة ديالهم غالبا، وكيعطيو وضوح للشاري، فهمتي؟ خصوصا اللي باغي يعاود البيع. الحسابات كتكون واضحة، ولكن في نفس الوقت كتحيد ديك القضية ديال التفاوض اللي ممكن تلقاها في بلايص أخرى. والتخفيض ديال 100 حبة راه كيشجع باش تاخد كميات كبار. وكيهضروا حتى على الجودة، كيقولوا باللي كيقلبوا السلعة مزيان حبة بحبة قبل ما يصيفطوها، وإلا كان شي مشكل كاين تعويض، يا يبدلوا السلعة يا ينقصوا الثمن في الطلبية الجاية. واش هذه زعما ضمانة كافية؟ هي ضمانة بعدا أحسن من والو، كتقلل الخسارة على الشاري. ولكن لاحظي، التعويض ماشي فلوس كاش، يا تبديل يا كرصيد للطلبية الجاية. هادشي كيبين أنهم واثقين من السلعة ديالهم يمكن، ولكن كيبقى واحد شوية ديال الريسك على الشاري إلا ما عجبوش داك التعويض. كاينة نقطة أخرى مهمة، هي الحد الأدنى للطلبية. 200 درهم. 200 درهم، والمزيانة هي أنه يمكن يتخلط السلعة، يعني ماشي ضروري تاخد 200 درهم من حاجة واحدة. هادي مزيانة بزاف، كتعطي مرونة، خصوصا كيف ما قلتي للناس اللي يلاه باديين أو اللي ما باغينش يغامروا بستوك كبير من موديل واحد. كيقدر يجرب شحال من حاجة. ندوزو دابا للتوصيل، هالي قصة أخرى. دايرين واحد النظام بالتكاليف. غادي بالتدريج. قل من 600 درهم توصيل ب 45 درهم. بين 600 و 3000 درهم كيطيح ل 30 درهم. مزيان. وفوق 3000 درهم توصيل كيولي فابور، وكاتبينها واضحة، ما تضيعش الفرصة، خود سلعة كتيرة باش يطيح عليك التوصيل فابور. صراحة تامة. والتوصيل للمغرب كامل. استراتيجية واضحة هادي باش يشجعوا الناس يطلبوا كتر. ولكن بالنسبة اللي كيطلب قل من 600 درهم، ديك 45 درهم ديال التوصيل راه ماشي سهلة، ممكن تكون نسبة كبيرة من قيمة الطلب. الهدف باين، دفع الزبون يفوت ديك 3000 درهم باش ياخد التوصيل فابور. وكاين تفصيل مهم على البواطات، ماشي كلشي كيجي في البواطة ديالو. هادي نقطة مهمة. خاص ضروري الواحد يقرا الوصف ديال كل سلعة، والبواطات اللي ممكن تشريهم زايدين راه حاطين الصور ديالهم في تيليجرام. ضروري الواحد يرد البال لهاد التفاصيل الصغيرة باش ما يتصدمش فاش توصل السلعة، يعني القراية ديال الوصف أساسية. وبالنسبة للبلاكيور كيعطيو فكرة على المدة ديالو، قالك من 6 شهور ل3 سنين ولا أكثر، على حسب الاستعمال أكيد. على حسب الاستعمال. وثمن إعادة البيع كيخليوها ليك أنت والشخص الذي تبيع له، حرية تامة. هادي مزيانة للبائع، عنده الحرية يحدد الربح ديالو، ولكن ديك المدة ديال البلاكيور كيف ما قلتي كتبقى تقديرية، فهمتي؟ ماشي ضمانة 100%. تماما. ندوزو لطرق الدفع، محددينها في التحويل البنكي. غير التحويل؟ وكاين تفضيل واضح للبنك ديالهم هما سوسيتي جينيرال، كيقولوا التحويل كيوصل في نفس الوقت. والبنوك الأخرى؟ البنوك الأخرى كتاخد 24 ساعة، وما كيحسبوش السبت ولا حد والعطل. واش هاد التحديد ديال طريقة الدفع ماشي مقيد شوية؟ يمكن يكون مقيد لشي ناس، كاين اللي كيفضل يخلص عند الاستلام مثلا أو بشي طريقة أخرى. ولكن هاد الاعتماد على التحويل البنكي كيبين أنهم باغيين يبسطوا الأمور المالية عندهم ويضمنوا الفلوس قبل ما يصيفطوا السلعة غالبا. وكاين عاوتاني هاد القضية ديال التسبيق، 100 درهم باش تشد الطلبية اللي غتمشي عبر ليفغيزون. الدفع عند الاستلام بهالطريقة. ولكن انتبه، إلا دفعتي داك التسبيق ومن بعد لغيتي الطلبية، التسبيق ما كيرجعش. وشنو كيوقع ليه؟ كيبقى كرصيد للطلبية الجاية. سياسة شوية قاصحة ياك؟ قاصحة بزاف هادي، كتحط الضغط كامل على الشاري، خاصو يكون متأكد مزيان قبل ما يدفع ديك 100 درهم.
هي كتحمي المورد من الإلغاءات المفاجئة، ولكن تقدر تخوف شي زبناء خصوصا الجداد. وبالنسبة للشحن دايرين فرق. الناس اللي كيخلصوا كل شيء في دقة واحدة مقدما كيتصيفط لهم بسلعة أسرع. كيفاش أسرع؟ كيصيفطوا لهم عبر الغزالة، الكار ولا الطاكسي، وهذا الشيء أسرع من اللي كيدفعوه غير التسبيق وكيستناو يخلصوا الباقي عند الاستلام مع ليفغيزون. علاش زعما هذا الفرق في السرعة؟ باينة باش يشجعوا الناس يخلصوا كل شيء دقة واحدة، كيسهل عليهم العملية. ممكن تكون أسباب لوجستيكية، أو يمكن غير بحال شي مكافأة للزبون اللي خلص كل شيء مقدما. ولكن ديك السرعة اللي كيوعدوا بها في التوصيل في نفس النهار أو غدا ليه وكتوصل في 24 ساعة، هذه نقطة مزيانة بزاف. فعلا عاطين معلومات واضحة على العنوان ديالهم فانزكان وأوقات العمل، وحتى كيفاش الواحد يدوز الطلبية. كيفاش؟ بالواتساب تصيفط لهم الصور ديال السلعة اللي بغيتي والكمية والفاتورة، ما كيعطيوها ليك حتى يتأكدوا بلي داكشي اللي طلبتي كاين في الستوك. مزيان، هاد التأكد من الستوك قبل الفاتورة منطقي باش يتفاداو المشاكل. وكيعاودوا أكدوا بزاف على أن الواحد يتصل بهم يتأكد من التوفر قبل ما يمشي للمحل عندهم. هذه عملية كتحترم وقت الزبون ووقتهم حتى هما. التواصل المسبق ضروري. ولكن كانوصلوا لآخر نقطة في الشروط ديالهم، وهذه الصراحة كتخلي الواحد يوقف ويفكر. شنو هي؟ واحد التحذير مباشر وصريح بزاف. كيقولوا باللي حاطين هاد المعلومات كاملة باش يتفاداو الأسئلة اللي كتعاود في الواتساب. منطقي لحد الآن. ولكن كيقولوا باللي أي واحد سول على شي حاجة الجواب ديالها كاين في هاد الدليل، المصير ديالو هو الحظر، البلوك. شنو؟ البلوك؟ هذه قاصحة بزاف. شفتي؟ رسالة قوية وكتعكس واحد الصرامة اللي نادرة في التجارة. مفهوم أنهم باغين يربحوا الوقت وما يبقاوش يجاوبوا على نفس السؤال، ولكن هاد اللهجة فيها تهديد مباشر للزبون، كتخلي الواحد يتساءل على نوع العلاقة اللي باغين يبنيو مع الشراية بهالطريقة. إذا باش نلخصوا النقط الأساسية: الأثمنة ثابتة، كاين تخفيض الكميات الكبيرة بزاف 100 قطعة، كاين حد أدنى للطلب 200 درهم ولكن ممكن تخلط السلعة، والتكاليف ديال التوصيل متغيرة حسب المبلغ باش يشجعوك تطلب كتر وتاخدو فابور. وسياسات الدفع والتسبيق والشحن واضحة ولكن فيها صرامة، خصوصا قضية التسبيق اللي ما كيرجعش. والأهم من هاد الشي كامل، ضروري تقرا داك الدليل مزيان قبل ما تواصل معاهم باش تفادى المشاكل وحتى داك التهديد بالحظر. بالضبط. وهاد النقطة الأخرى ديال الحظر كتخلي الواحد يسول راسو، هاد الصرامة في التواصل واخا يمكن الهدف منه هو الفعالية، واش ما كتنفرش الزبناء؟ تماما. واش الوضوح التام كيبرر هاد الأسلوب المباشر لهاد الدرجة؟ سؤال مهم كيستحق الواحد يفكر فيه.